رئيس المجلس أن الفساد لا ينتج إصلاحا ولا ينتج سوى المزيد من الفساد، ولن يستقيم الظل ما دام العود أعوج، وعود حكومة الدمار الشامل أعوج، ولن يستقيم إلا بطرح الثقة وإسقاط حكومة اتفاقيات البيع والشراء المشبوهة والوعود العرقوبية والعهود الكاذبة. حكومة تتصرف وكأن الوطن سبق لتحقيق المكاسب والفوائد الشخصية على حساب الوطن، تبدد ثرواته وتراهن بمستقبل الأجيال. حكومة دمرت ثروات البحر ورهنت وباعت ما في باطن الأرض، وما عليها لنفقد أي أمل لنا في مستقبل صناعي لتتوسع فوائد كل مستغل، كل محتكر، كل عدو للخير. إنهم يبيعون كل شيء وكأنه إرث ورثوه. إنها حكومة تجاوزت صلاحياتها وقصرت في مهامها وفشلت في تحقيق برامجها. حكومة خلطت بين المال العام والمال الخاص. حكومة عشعش الفساد فيها وتمأسس. حكومة تبيع ثروات الوطن ومستقبل الأجيال. حكومة من المنتفعين دخلوا في سباق محموم من أجل بيع الثروات وتقسيم البلاد إلى كنتونات مصالح ومناطق نفوذ وفوائد اقتصادية. وحكومة دمرت الاستثمار وأرعبت المستثمر وكل من يرغب في إقامة مشروع مجدي يفيد الوطن والمواطن. وسيبقى المواطن المتضرر يشكو في لقمة عيشه وكرامته التي هي من كرامة الوطن، ضحية الفساد والهدر والنهب والمتاجرة بالقيم والمبادئ، وضحية تقصير برلمان لا يمارس المحاسبة السياسية ويتلكأ عن تشكيل لجان خاصة تحاسب الحكومة على مستوى الوزارات والهيئات والإدارات والاستعانة بتقارير الجهاز المركزي، ولا يصمم على إحالة ملفات المتورطين في الفساد إلى المحاكم، ولا يملك القدرة على مراجعة ملفات الاتفاقيات التي وقعت خلف الأبواب الموصدة لمعرفة مصلحة الوطن من عدمها. الأخ رئيس المجلس، لقد جئنا إلى هذا المجلس لنعمل لحساب شعب عظيم، وكلاء عنه لا أوصياء، ننوب عنه في مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، ندافع عن مصالحه وعن قيمه ومبادئه، لا وإعادة الأمانة إلى من ائتمنني عليها. نقول له أن في صنعاء لا يحكم الشعب نفسه. اللهم احفظ اليمن وشعبه من كل مكروه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صادق الأمين وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. مقدم الاستقالة فيصل أمين غرس. عبوة بامبرز، لقاح لإنقاذ حياة. انضموا معي في حملة يونيسف وبامبرز للتخلص من التتنس في اليمن. عبوة بامبرز تساوي لقاح لإنقاذ حياة.
جاهل، طفل في ربيعه الثاني، لم يدرك أن الفقر كفر، لم يدرك أن الحاجة أذلت كثيرا من الناس، لم يدرك أنه يعيش في أسرة تعيش في حياة أقل ما يقال عنها أنها غاية في السوء، لم يدرك من ذلك كله سوى حقيقة واحدة، هي أنه بطفولته غادر بيته وحرم من حنان أمه ل4 أيام، لأن أباه تركه رهينة لداء، حالت الحاجة والفقر بينه وبين سداد الدين في الموعد. 20,000 ريال دين على والد الطفل، لم يقدر على سدادها فاقترح على الدائن رهن ولده، لم يدرك الوالد أن الدائن سيقبل الرهن ولو كان بشرا، أو بالأحرى طفلا في سن الرضاعة. كان الشخص هذا يسألني بيس، أنا شليت منه بيس تمام، وخلاني لما روحت من صنعاء وقع يشل يعني ينزع الابن من داخل البيت، وأنا يعني كنت موجود وشوفه أنا بس ما صلح له يا أخي، ما قدر اسوي له اسدد له الدين الذي عندي مع استلمت الامر الواقع. شله هو يشوف لان ما اقدرش، شله هو يشوف الله اللي تشتري له من البيت، اي حاجه تشتيها من البيت حتى البيت بنفسه خذه، لان التزم له كتابيا انه يسدد له اخر الشهر بفلوسه. هنا في لحج حيث يعيش اغلب الناس بين فقر وفقر مدقع، وكحال الكثير من اليمنيين في سائر المدن الأخرى، للأسف من أجل العيش كل شيء ممكن. يعني معهم سيلة دموع عيا كان هذا كله فوقنا، يعني معهم سيلة دموع عيا كان هذا كله فوقنا.